ازيكم فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله انا مش جاي اشرح تصميم، انا جاي اشرح تعديل كده عملته في المكنه. يعني قد يكون مش احسن حاجه بس هو بصراحه الغرض منه ان هو كان يسهل عليا كتير في قصه الحفر على المجات الديجيتال. انا المكنه عندي عش نحل، فطبعا عش النحل ما بيبقاش في امكانيه انك تشيل عش النحل مثلا بس او كده، بتضطر انك تشيل الترابيزه كلها علشان تقدر توصل لارضيه المكنه او توصل لعمق يكون اكبر شويه. تمام، فالموضوع كان عامل لي مشكله في قصه المجات، لان طبعا الارتفاع بتاعها عالي فما كانتش بتيجي تحت القلم بتاع الليزر، فبالتالي كنت بضطر ان انا كل شويه اقعد اشيل الترابيزه لما اجي اعمل مج. المهم سالت على جروب الواتساب، لو مش في الجروب هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، لو الجروب مليان هتلاقي لينك جروب التليجرام، كلها واحد، كل الناس اللي هنا هي اللي هنا، ما تقلقش. سألت واستشرت وناس كتير قالت لي بلاش ومخاطرة وبتاع والكلام ده كله، بس هي جت كده ونفذت وقلت هخاطر وزي ما تيجي وان شاء الله تظبط معايا. قبل اي حاجة انا حابب انوه بس ان انا مش مسؤول عن اي حد يفكر يعمل نفس الموضوع اللي انا عملته. انا ده مجرد حاجه انا عملتها على مسؤوليتي الشخصيه، ولو حبيت انك تنفذها ده على مسؤوليتك الشخصيه برضو، علشان انا بريء من اي حاجه تحصل. او لو انت ما عندكش القدره مثلا او انك تعرف تظبط الموضوع، يبقى بلاش تلعب في المكنه، خساره الترابيزه. فالمهم يلا بينا، عشان كفايه كده مقدمه طولنا كتير. يلا بينا نشوف عملنا ايه. في البدايه خالص انا عندي الترابيزه عش النحل. اي ترابيزه عش نحل عموما بيكون عباره عن عش النحل من فوق وبيكون فيه شرايح مسنوده من تحت. انا اول حاجه عملتها اللي انا قصيت عش النحل نفسه، قصيت منه جزء علشان اركب فيه اخلي المج يركب والدنيا تمام، وقلت اخلي المج يرتاح على الشرايح. للاسف الشديد المج يعني كان على الشريحه اللي هي اللي تحت عش النحل، وكان الارتفاع برضو ما كانش مناسب، فكان فيش غير حل ان انا اقص الشرايح. ابتديت ان انا اروح للشرايح وخدت العلام بتاعها وبدات ان انا اظبط الدنيا. وطبعا كان في مشكله بسيطه او حاجه كانت هتضايقنا شويه في الموضوع، ان التراكات او الشرايح اللي شايله العش النحل عباره عن حرف اليو. تمام، او تقدر تقول انها اقرب للان طبعا منها لتحت ما علينا. يعني القطاع نفسه حرف يو، فبالتالي كان هيبقى صعب ان انا احط مثلا شريحه من تحت او احط دعامه او حاجه علشان تسند الشريحتين اللي انا هقصهم لمكان المج. تمام، فكان الحل هو اللي انا هقص منها 3 سنتي من الجزئيه بتاعت حرف اليو، وابدا اللي انا اكسحهم او اللي انا اخليهم عدلين، افردهم. يعني عن طريق الموضوع ده هقدر ان انا اوصل قطعه معدنيه او قطعه من الحديد والحم الاربعه في بعض، اليمين والشمال، والاثنين اللي انا قصيتهم من النص. طبعا قصيتهم بالكامل خالص عشان اقدر اوسع شويه لتحت. بعد كده بدات اللي انا الحم. كمان في البدايه طبعا بالنسبه للحام بتبدا انك تبنط الاول، يعني بتدي كام بنطه كده اهو، وبعد ما بتبنط تيجي شايل القشره بتاعه اللحام وتبدا انك تلحم تاني من اول وجديد على اللحام القديم بحيث تمتن الدنيا كلها ببعضيها. انا مش محترف لحام بصراحه، يعني على قد خالص في الموضوع ده، فيعني اللي قدرت عليه بس الحمد لله تمام. يعني الغرض من الحقيقه دي ايه؟ ان مش عايزين نخلي الترابيزه تريح، يعني الشريحتين اللي في النص دول مهمين جدا. يعني برضو انت لو جيت تحسبها لو هتطرف اقول لك ماشي شغال عادي مش تفرق كتير، لكن دول مكانهم مهم جدا جدا جدا. ف كان لازم ان احنا ندعمهم، وكان الحل الوحيد ان احنا ندعمهم عن طريق الشريحتين اللي على اليمين واللي على الشمال، هم اللي هيدعموا الموضوع ده كله. بعد كده طبعا بتبدا انك تصنفر اللحام او تشيل طبقه الصدى اللي عليه ورشيته بسبراي بس على طول مباشر. المفروض انك بترش طبعا فيلر او ترش اي حاجه مقاومه للصدى عشان ما يحصلش اي مشكله، وبعد كده بتبدا انك ترش اللون بتاعك، وبكده تكون دي النتيجه النهائيه. انا طبعا خلاص ظبطت، انا عامل ستاند على فكره للمجات، هتلاقي اللينك بتاعه برده في الديسكربشن، هتلاقيه موجود على جروب التليجرام. تقدر انك تحط عليه المج بحيث يبقى ثابت، لا بيلف شمال ولا يمين ولا يعمل منك اي حاجه. وطبعا زي ما احنا شايفين اللي هو تمام، والهيد كويس، الارتفاع بتاعه مظبوط، البعد البؤري تمام، اقدر اعلي اقدر اوطي كمان تاني لو حابب. يعني اعتقد ان هو كده الموضوع بقى اسهل، ممكن نقول الضعفين 3 او 4 لان ترابيزه عش النحل برضو بتكون تقيله، وفي نفس الوقت الواحد بيخاف عليها انها تقعد تبوظ او تتفعص او الكلام ده كله هيعمل فيها مشكله. طبعا هنا انا بالنسبه للستاند ممكن اوطي فيه شويه كمان لو كنت حابب ان انا اوطي، بس هو كده ارتفاعه تمام مظبوط، مفيش فيه مشكله. تمام، والمج بيركب مرتاح.
ودي تجربه للمكنه وهي شغاله بعد التجربه النهائيه. في البدايه طبعا بتعمل سكيل عشان تتاكد من انها تمام وبتسيب المكنه تشتغل. وبس كده، دي كانت تجربتي. يا رب يكون بس يعني هي ان شاء الله التجربه تمام الحمد لله. مفيش، انا عن نفسي مش شايف ان في مشكله. طبعا هي بس المشكله انك تخفي حاجه تقع في الشفاط او الجزئيه بتاعت الشفاط، فممكن انك تحط حاجه كده تحتيها او تخلي الستاند ده محطوط على طول. يعني انا مخلي الستاند ده محطوط على طول وارتفاعه نفس الارتفاع بتاع الترابيزه، ف سايبه على طول كده، فتمام مش مضايقني في حاجه بصراحه. والترابيزه عندي 190 لا الترابيزه عندي 90 اسف، فال80 بتاعه اللوح بعيد وال10 سم اللي قدام هي اللي لاعب فيها، فالدنيا تمام. بس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. انا تاني بنوه الموضوع على مسؤوليتك الشخصيه. حابب تجرب جرب، مش حابب خلاص ممكن تشيل الترابيزه وتتعامل عادي. لو عندك ترابيزه شرايح الموضوع بسيط جدا، مش مستاهل اصلا انك تتفرج على الفيديو ده، بس هي افتكاسناها وحبيت اللي انا اشاركها معاكم. للاسف طبعا ما كانتش متصوره بطريقه احترافيه، لان انا ما كنتش متوقع اصلا ان هي الموضوع يظبط بنسبه كبيره او ان احنا نعمل له فيديو. بس يلا اللي حصل والحمد لله طلعت النتيجه كويسه. بس كده، كان معاكم مازن عجوز، دمتم بخير وسلام عليكم.